وبوجبا ولي الدين طبعا خضر اللي هو بيحمل رقم 21، وامامهم الثلاثي اللاعب كانج واندا اللاعب الزامبي النهارده بيبدا اساسيا رقم 11 ويشترك لاول مره، والنجم الموج الازرق الفريق الامه الهلاليه النهارده كلها تترقب هذه المباراه. الترجي الرياضي التونسي من خلال طبعا اداء كبير قوي كان في هذا الملعب وفوز كان 3-1. فريق نادي النجم الرياضي الساحلي فيتيا من موريشيوس وجالش طبعا شوتوروي الحكم الرابع في مباراه اليوم. ده طاقم اتحاد الشعب على فكره كذلك. امامنا هنا النجم اللي بيقدم عروض قويه واللي بتصدر مجموعته، ودي لمسه على طول وتحرك رائع، تحرك مع فيتا كلاب ومع طبعا منتخب الكونجو ومع نهضه بركان، عندما توج مع نهضه بركان بلقب الكونفدراليه الافريقيه طبعا على حساب اورلاندو الفريق اورلاندو بايرتس الفريق الجنوب افريقي في 2022. استلام خطير، ادي امامنا الهلال السرعه، خادم دايو الكرات العرضيه، لكن الدفاع المميزين قوي الحقيقه. هتتابعوا امامنا حمزه الجلاسي اللي بالمناسبه على فكره الهلال عايز يستغل طبعا، لكن عامل الارض على فكره كما قال عماد بن يونس قال لك عامل الارض مش موجود في هذه المجموعه. وادي امامنا الابعاد، شفت الحريه الغيني اللاعب الموريتاني المولود في دكار في السنغال امامنا هنا اللي بنشوفه في انطلاقاته واللي هنشوفه مع منتخب بلاده. بالتماس طويله من ايبولا، اللمسه على طول عرضيه خطره جدا. الكره اللي فاتت دي اتعملت حلوه قوي من بوجبا ولي الدين، طبعا واحد من الانديه الكبيره والعريقه على مستوى كره القدم التونسيه وايضا في القاره السمراء. كره ترجع على طول، ادي علي الجمل على جمال علامات في نادي النجم الرياضي الساحلي. كرة أمامية أمامنا النجم، مباراة طبعا أكيد مباراة 3 نقاط في مجموعة بيترو أتلتيكو لواندا الفريق الأنجولي هو اللي في الصدارة ب8 نقاط بعد تعادله السلبي النهارده أمام فريق نادي مرمى فريق نادي الهلال السوداني اللي هو مدرب فريق النجم. على طول الكرة الرأسية تلميذ طبعا فوزي البنزرتي اللي أصبح مدربا لفريق نادي الوداد، هو تلميذ الأب الروحي ليه هو فوزي البنزرتي. أمامنا طبعا عماد بن يونس مرة ثانية إبعاد، واحد برضه المدربين الكبار طبعا، وانه في مباراه الترجي اللاعب اللي امامنا بيشترك النهارده كاساسي بعد ما لعب مباراه اول اغسطس كاساسي ولعب ايضا مباراه بيترو لواندا كاساسي. حتى الان على طول كره ومحاوله على طول الكرات العرضيه، ادي الضغط القوي، ضغط كبير من جانب. ما قلناش ان عيسى فوفانا الحارس الايفواري متالق، وما قلناش ان كمان الحارس اللي امامنا هنا في الجانب الاخر علي شمال يعني متالق. كره مقطوعه من الهلال مميز على المستوى الهجومي، لكن الخطوره في المساحات اللي بتتواجد لان امامنا هو ارتداد يعني مش ارتداد بشكل جيد، والضغط عيري اهل جده، واللاعب بيقدم نفسه، سجل في مرمى نادي قسطنطيني الجزائري ومسجل في الدوري في مرمى الافريقي وفي العوبه المره دي. لكن شوف ازاي العدديه دايما لصالح مدافع النجم، يشيلها على طول، يشيلها بنجيما، ضغط مره ثانيه الهلال يسدد، لكن في من قدرات التهديف سجل في اللقاءين الاخيرين انتصارين متتاليين لفريق نادي الافريقي طبعا عن لاعب جديد، لاعب الحريه ولاعب ريد اروس اللي بيشترك النهارده في مباراه اليوم واللي سجل في مرمى فريق نادي الترجي. في هير لم تتوقف، ادي الجماهير جماهير الاتوال، لكن رأسية يعني سهلة أوي الرأسية من الهلال، لكن مش الضغط القوي. كرات الأمامية على طول ياسين شماخي، لكن على طول تغطية دفاعية ثنائي الدفاع مقابل 41.6، وبدأنا نسمع الأصوات، ولكن هي ركلة ركنية. كورتين اتعملوا من جانب نادي الهلال، وادي امامنا اهو فاصل من واجهه فريق نادي الهلال السوداني. كره على طول ملعوبه، الكرات الخطيره الركنيه على شمال، ولكن ابعاد مميز في لقطه. كرة ملعوبة كرة خطرة جدا. شوف الكرات الثابتة، وادي عرضية جديدة ويطلع على شمال، عرضية جديدة مرة تانية، استلام من غربال، استلام حلو قوي، غربال، ولكن الكرة ما بلتش من النجم محمد عبد الرحمن. بص غربال، ادي غربال محمد عبد الرحمن جايب هدفين، هدف في اول اغسطس الواغي واسماء كثيرة ومهدي النفطي، وكرات العالية والصراع وعلي الجبل، وهدف امامنا ولا فاول؟ هدف
الهدف، ولكن حكم اللقاء في دفعة امامنا هنا في اللقطه دي من بوجبا. كريستو هينزل امامنا، يطلع يوسف عبداللي بعد الغاء هدف محمد عبد الرحمن، لكن فرصه عبد الرحمن مره ثانيه، عبد الرحمن محمد على غربال، ولكن تدخل رائع من حمزه شلس. حلو التدخل بتاع حمزه، لكن بص بقى تحركات هجوميه مميزه جدا لفريق الهلال، لكن يقظه دفاعيه تحسب لفريق. ثم العوده مره ثانيه مع فريق نادي الهلال. امامنا هو النجم الدولي السوداني واللي بيلعب ركنيه ممتازه الحقيقه، لكن المره دي على طول الكره تبعد. كينج واندا، الكرات المرتده، خروج واصابه. الجيش الملكي لعب مباراه الهلال السابقه، وادي امامنا انطلاقه، محاوله المرور، ايبولا عرضيه، الاستلام حلو قوي لكن اتاخر في القرار. وفين يا راجل البرت كينج واندا. كرة اتعملت حلوة قوي، لكن عاجبني قوي برضه تحركات اللاعب ندياي، عاجبني قوي ندي مرحلة المجموعات فريق نادي الهلال. على طول تحرك جميل قوي في الجانب اليمين الخطير، دايما الهجمات من الجانب اليمين. ستيفان ايبولا الكرات العرضيه من جانب اللاعب ستيفان ايبولا مره ثانيه تعود، معاجله في وسط الملعب، معاجله تسديده طوال لقاءاته مفيش تعادل سلبي، في تعادل ايجابي ما بين الفريقين. محمد احمد بشه يعني برضو من اللعيبه اللي كانت مميزه جدا مع نادي الهلال. على طول الكرات الركنيه على طول عاليه، وفاول فاول امامنا المره دي. الخطا على مين؟ الخطا في امامنا نجم الشوط الاول اللاعب ايبولا. يا عالمي، هدف حلوه ستيفان ايبولا عامل التمريره، لكن امامنا اهو بيب ندياي يسجل ندياي هدف للسنغالي، ضربة راس وهدف مستحق للهلال، هدف لسيد البلد، لكن هدف ايه؟ هدف متعة، هدف تحضير رائع وضربة راسية. 23 وراقي العواني رقم 28 اللي دخل مكان يوسف العبدالي. حكم اللقاء امامنا هو احمد هلال، طبعا امتياز من موريشيوس حكم هذه المباراة. الشوط الاول تفوق مستحق نادي النجم الحقيقه، يعني كان هناك في مبالغه شويه، ارتداد الدفاع. النجم هو في المركز الرابع بثلاث نقاط، وهدف جديد ضائع المره دي. ما زالت الثغره موجوده، يعني الحلول لازم يكون في حلول، يعني كل كرة يروح بيها ستيفن ايبولا بيعمل عرضيه خطره جدا. ايبولا هايل نجم المباراه حتى الان. بص الكرة ستيفن ايبولا يبرر يلف يعمل كرة حلوه. فريق نادي جوانينج جالاكسي البوتسواني، يعني الصراع هيكون كبير، لكن فرصه كبيره وراسيه جديده مره ثانيه الهلال الغربال امامنا يعني بيقدم اداء مميز. الكرات الثابته برضه ايبولا، برضه ستيفان ايبولا، يعني على مستوى اللقاءات التصفيات لعب امام الصيني اساسي في لقاءين امام الترجي ولقاء النجم السابق، وبديل امام اول اغسطس في التاهل للمجموعات، وايضا في لقاء بيترو لوانتي. استلم على طول لؤي بن حسين، الضغط العالي، اول كوره، البديل امامنا هو اللاعب اللي جاي امامنا من نادي التاريخ الامه الهلاليه كما يحب عشاقه ومحبيه. فرصه جديده امامنا للهلال، الشوط الثاني للهلال، لكن الضغط العالي امامنا هو. لكن شوف المحاولات، يعني النهارده لطوال النجم هجوميا ما جاش في المباراه، يعني 8 محاولات مقابل لا شيء، 2 من العارضه والقائمين. الاستحواذ لمسه حلوه ولا نشيط اصيل الجزيري، عامل نشاط كده بعد دخوله. اصيل يغير اللعب حلو قوي، ولكن المره دي ادي التغطيه الدفاعيه على مرتين. عثماني ضيوف على مرتين، لكن كومبي فين جاكن بي امام فين جاك، وكان طلع غربال. يعني التبديلات اللي اتعملت من اجل الحفاظ على الفوز واغلى 3 نقاط، والمتزمل بيضيع فرصه كبيره بعد فرص كانت برضو خطيرة لنادي الهلال. فرصة أمامنا هنا، محاولة الوصول، ممكن التعادل. صالح وهو صالح مرهوبي. شوف بقى وسط التفوق من جانب فريق الهلال، يأتي التنظيم الهجومي الأول